سوف نتعرف في هذا المثال على نوع آخر من التنسيقات المستخدمة مع كتابات اللغة الإنجليزية في المستند. فعند وجود كلمة في نهاية السطر يمكن أن يكون حجم الكلمة أكبر من المساحة الخالية المتاحة في نهاية السطر، وبالتالي سوف يقوم البرنامج تلقائيا بنقلها إلى السطر التالي. ويوفر لنا البرنامج إمكانية تقسيم الكلمة إلى سطرين، بحيث يتم وضع جزء من الكلمة في السطر الأول ونقل باقي الكلمة إلى السطر التالي مع وضع علامة وصل في نهاية السطر الأول. ولعمل ذلك نفتح القائمة Tools ونختار Hyphenation من القائمة الفرعية Language، ومن هذا المربع الحواري نشغل الاختيار Automatically Hyphenate Document، ومن الخانة Hyphenation Zone نقوم بإدخال قيمة المسافة التي يجب تركها بين نهاية الكلمة وحدود هامش الصفحة قبل أن يقوم البرنامج بعمل Hyphenation لها أو نقلها إلى السطر التالي، ثم نضغط OK. فنرى أن البرنامج قام بعمل ربط للكلمات بين الأسطر المختلفة. وبالضغط على مفتاح Manual سوف يظهر المربع الحواري Manual Hyphenation، حيث يمكننا اختيار طريقة تقسيم الكلمة بالشكل الذي نريد، ونضغط Yes. فيقوم البرنامج بتعديل طريقة تقسيم الكلمة ثم ينتقل إلى الكلمة التالية، وهكذا.